بيبدأ فيلمنا مع مجموعة من الشرطة الخاصة بقيادة هاتي رئيستهم، واللي رغم إنها بنت أثبتت إنها تقدر تقود مجموعة اقتحام، وبتكون جاية مع فريقها لسرقة فيروس قاتل وخطير وعايزة تلحقه قبل ما يقع في الإيد الغلط. وبنشوف هاتي بترمي قنبلة لما بتنفجر بتشتت انتباه العصابة، وبعدها بتشتبك الشرطة معاهم وكله بينزل ضرب في كله. وهاتي اللي بتقابله مش بتسمع عليه لحد ما بتوصل للشاحنة اللي فيها الفيروس، واللي كان عبارة عن مادة بتتحقن، وبتقوم بتشغيل الجهاز علشان تستخرجه، واللي كان هياخد شوية وقت. بس في اللحظة دي بيوصل ضيف مش مرغوب واللي عايز برضه ياخد الفيروس لحسابه. ولما هاتي وفريقها بيحاولوا يضربوه بيكتشف انه مش انسان طبيعي خالص، لان الضرب ولا حتى الرصاص مش بيأثر فيه. وبتحصل حاجة أغرب، لأنه بمجرد النظر للشخص بيعرف هيضرب فين وإزاي، وبيقدر يتفادى الضربات بكل سهولة. فهاتي بتعرف إنها مش هتقدر تواجهه، فبتجري على الشاحنة وبتقفل بابها وبتحركها بسرعة. بس ستون بيقدر ياخد الموتوسيكل بتاعه اللي بيكون متطور جدا وهنسميه الآلة، وبيقدر يكمل وراها، لكن هي بتتقلب بالعربية وللأسف بيكون خلاص هيدخل لها، ومش بيكون قدامها فرصة غير إنها تحقن نفسها بالفيروس، وده اللي اختارته، وحقنت إيدها بيه وبتهرب بسرعة. في الموقع كان ستون متعصب وبيتواصل مع القادة على إنه من الفريق، وكذب إن هاتي خانتهم وأخدت الفيروس وهربت. وطبعا قال لفريقه يلاقوا هاتي بأسرع وقت، وبيقول لهم ما يتفاهموش معاها لأنها تبان كيوت لكنها مفترية وشاطرة جدا. ولما بيسألوه عن باقي الفريق اللي لسه عايش بيقول لهم طبعا خلصوا عليهم، انا مش عايز شهود. نروح بقى لاتنين مختلفين عن بعض خالص، هما المحقق هوبز اللي بيشتغل جاسوس تبع الحكومة، وشول اللي بيشتغل محقق برضه، ولكن الحاجة الوحيدة المشتركة بينهم انهم مش بيطيقوا بعض. وبنشوف هوبز مع بنته بيفطروا في مطعم، واللي بتسأله عن صورة شافتها وكانت له مع اخواته في وطنه الأصلي، ولكن هوبز ما كانش بيحب يتكلم عنها. في مكان تاني كان شو بيقابل والدته اللي مسجونة من 4 سنين في تهمة ما تهمناش خالص، بس اللي محتاجين تعرفوه انها مجرمة خطيرة، والعيلة كلها مجرمين الا شو واخته هاتي اللي انضموا للشرطة. واخوهم التالت للاسف اتقتل على ايد شو بالغلط في مهمة، وبتكون الام مسامحاه لانها عارفة انه كان غصب عنه وكان عايز يخرجها، ولكن هي عرفته انها مرتاحة هنا وبتعتبر نفسها في اجازة لان السجن اخر دلع عليها. بس بتمد ايدها وبتديله حاجة وبتقول له يرجع اخته تاني لانها خايفة عليها بعد الاخبار اللي سمعتها، وقتها لما تلاقيهم سوا يمكن تنضم ليهم وتخرج من هنا قبل المدة، يعني تهرب من الاخر. نرجع لهوبز وبنته اللي بيوصل عندهم العميل لوك، واللي يبقى صديق قديم لهوبز، واللي بيكون عارف انه مش جاي في خير خالص. بيعرفوا ان في فيروس خطير اتسرق ولازم الحكومة تسترجعه بسرعة، فبيسألوا ما بعتوش فريق يجيبوا ليه. بيعرفوا انهم بعتوا بالفعل فريق بقيادة هاتي، ولكنها خانتهم وسرقت الفيروس وقتلت كل الفريق. وده طبعا اللي نشروا عنها ستون، ومطلوب منه انه يرجع الفيروس بسرعة لانه خطر جدا. وهوبز بيرفض في الاول ولكن بيضطر يقبل لما بيعرف ان الفيروس ده لو انتشر ووقع في الايد الغلط قادر انه يخلص على كل البشرية حرفيا وهم من ضمنهم، يعني هو هينقذ العالم المرة دي. فبيقرر هوبز يقبل المهمة، ولكن بيعرفوا انه هيكون معاه شريك بس ما قالش مين. عند شو هو خارج من السجن بيقابل عميل من الشرطة واللي بيعرفه بنفسه، ولكن شو مش بيفتكره خالص، بس كان عايز يعرفه انه مطلوب له مهمة كبيرة، وشو رفض من غير ما يعرف تفاصيل. بس لما بيوريه صورة اخته بيخوفه انه لو حد وصل قبلهم لا هتموت، ويمكن يكون هو عنده فرصة لإنقاذها. فبيقبل المهمة من سكات وبياخده على مقر الوكالة الاستخباراتية يقابل عدوه اللدود. اما هاتي في الوقت ده بتحاول تتصل بوكالتها، واللي بيقولوا لها تسلم نفسها والفيروس لانها بقت مطلوبه. فبتعرف انها في ورطه وان وكالتها مصدقه انها قتلت زمايلها وهربت، فقررت تفخخ شقتها بحيث لو حد حاول يقتحمها يموت، وبعدها خرجت. نرجع لهوبز وشول اول ما قابلوا بعض طبعا اتخانقوا، وكل واحد رفض يشتغل مع التاني وكانوا هيضربوا بعض، لولا ان الفريق بره كان بيراقبهم. بس في النهايه كل واحد قرر يشتغل لوحده بالطريقه اللي تعجبه، والشاطر اللي يوصل للفيروس الاول. واول حاجه هوبز عملها انه حدد اخر مكان لهاتي وبيقدر يعرف هي فين، وكانت وصلت لفندق وسرقت شنطه لبس. في نفس الوقت كان شو وصل شقتها وعرف انها طبعا واخده احتياطاتها لانه عارف اخته واخد باله، وبدأ يدور في كل حاجاتها. كانت هي وقتها غيرت لبسها وشكلها ولبست باروكة عشان محدش يعرفها، بس لقت هوبز وراها واللي اتعرف عليها وسألها لو عايزة تخلص الموضوع بالهداوة ولا يستخدم العنف. وهنا هي كانت جاهزة للهجوم عليه أصلا، وأخدت الخوذة وضربته على راسه وبدأت الخناقة بينهم. شو ما كانش وقتها لوحده في شقتها، لأن عصابة مؤسسة إيتون اللي شغال ستون تبعها وصلوا لشقة هاتي، وطبعا شو مش هيطلع منها لما يعلمهم الأدب والضرب يشتغل بينهم هم كمان. بس بالغلط كانت القنبلة هتنفجر، بس شو لحقها على آخر لحظة. في نفس الوقت كانت هاتي بتضرب في شو اللي مش عارف يخلص معاها لأنها سريعة، بس آخرا قدر يمسكها وعلقها فوق وسيطر عليها.
في ايتون بنشوف ستون وهم بيجزوه بيعيدوا شحنه لانه اتحول لنص آلي، وده سر قوته الغريبة. وبنعرف ان ايتون عايزه الفيروس عشان تقضي على كل الجنس البشري وتحولهم زي ستون كده عشان اللي يفضل منهم بس يبقى الاقوى. نرجع لوكالة الاستخبارات وبنشوف هوبز وهو بيحقق مع هاتي واللي كانت رافضه تتكلم وتقول الفيروس فين. ولما هوبز قال لها انه عارف ان هي مش اللي قتلت فريقها فبتساله ايه السبب، بيعرفها ان وقت ما كان بيقتلها كانت عايزه تهرب مش تقتله، وده معناه انها متورطه في حاجه اكبر منها، وسالها فين الفيروس لكنها فضلت تعاند وعرفته انه مش معاها وما سرقتهوش، وعندها عصابه بس قام يرد على بنته وقال لزميله يخلوا باله منها ولو اتحركت يخلص عليها، بس هي فضلت تعاند في انه مش هيقدر يعمل لها لانه ممنوع اصلا. وخرج يكلم بنته لكن وقتها هي مسكت زميله فضلت تضرب فيه بعد ما فكت الكلبشات بالسلسله اللي معاها. بس هوبز دخل ولحق الراجل، لكن هاتي كانت اخدت سلاحه وطبعا هددتهم عشان يخرجوها، وهوبز قال لها على جثتي ورفع سلاحه. وصل شو قال له نزل سلاحك عنها، وهاتي طبعا بتستغرب لما تشوفه هوبز بيفكرها حبيبته، لكن بيعرفوا انها اخته وبيسالوها عن الفيروس عشان يساعدوها، بس الاتنين بيتخانقوا سوا، فبتتعصب هاتي وبتوريهم ايدها لان هي الفيروس ولازم تخرجوا باسرع وقت. بس فجأة بيهجم عليهم ستون وعصابته وبيخطفوا هاتي اللي اغمى عليها وبيقتلوا كل اللي في الأوضة معاها ما عدا هوبز وشو. اللي استغرب ان ستون لسه عايش لانه قتله من 3 سنين، لا هو رجع وهو اقوى وده كان لغز بالنسبة له. المهم ان هوبز بينزل وراهم على الاسلاك وشو بينزل في الاسانسير، وهاتي كانت فاقت وقتها وبتسحب حبل ستون فبيقف فجأة، ولكن بيقع فوق شو، الاتنين بينزلوا على الازاز تحتهم وبتهرب هاتي منه لكنه بيجري وراها، فشو بيدخل معاه في قتال بس الرصاص ما كانش بيأثر فيه والاتنين بيستخبوا ورا العربيات. وشو بيقول له يا ابني انا مش قاتلك من كام سنه برصاصه في راسه؟ قال له شفت ايه رايك بقى رجعت واقوى من الاول. وبيخرج الاتنين يتواجهوا، وستون بيعرفوا ان ايتون انقذته بعد ما سابه يموت وهو هيساعدها في مهمتها للقضاء على البشر الضعفاء. بيهرب شو منه، كان وقتها هوبز بيجري ورا هاتي اللي اخوها بيقول لها تركب بسرعه، بس هوبز قال له مش لوحدها وبيركب معاهم. بيجري وراهم ستون بالآلة بتاعته اللي بتكون مرنه جدا ومطوره وبيقدر يمشي بيها على الجدران او حتى يعدي بيها من تحت اتوبيس ماشي. وكانت مهمه شو يسوق، اما هوبز بيقتل في العصابه لحد ما اخيرا هربوا منهم، وده عصب ستون اللي عمل فيهم زي هاتي وبلغ انهم خارجين عن القانون عشان الشرطه هي كمان تدور معاهم. ولما هاتي وشو هوبز بيشوفوا الاخبار بيعرفوا ان مؤسسه ايتون متحكمه في الشرطه وهتدمرهم زي ما عملوا مع هاتي، والاتنين بيرجعوا يتخانقوا تاني لحد ما هاتي بتزهق وبتقول لهم انها هتدور على حد يساعدها بجد. بس هوبز بيسألها لو تقصد العالم اللي صنع الفيروس وبيوريهم صورة ليه، وبيعرفوا من الجريدة اللي في ايده دي موجودة في مكان واحد بس وبيقدروا يعملوا له كمين، وبيمسكوه بيروحوا معاه لبيته. في نفس الوقت كان ستون بياخد تعليماته من القائد اللي عبارة عن مجيب آلي، وأمروا إنه يجند هوبز وشو ليهم لأنهم أقوياء، ورغم اعتراضه فكروا رئيسه هو مين وأنقذه إزاي ومهمته ينفذ أوامره. نرجع لشو اللي كان عايز يعرف ليه العالم صنع فيروس قاتل زي ده، بس بيقول لهم إنه في الأصل كان علاج، بس ستون حوله الفيروس قاتل وهو هرب بعد ما عرف اللي عمله ستون. بيسأله شو يخرج الفيروس ازاي من جسم اخته، بس العالم لما عارف ان الموضوع عدى عليه 30 ساعة بيخاف لان بقى يوم واحد بس علشان الفيروس ينتشر في جسمها وتكون هي نقل الفيروس وينتشر بسببها. وفي حلين يوقفوه، انهم يخلصوا على هاتي ويحرقوا جثتها، او انهم يستخرجوا منها بآلة مش موجودة غير في مؤسسة ايتون تحت الارض وفي مكان مجهول، ويبقى الحل الاول المتاح ليهم. وشو طبعا قال له على جثتك وعرفوا انه عنده شخص يساعده من المافيا الروسية، وطبعا لازم يسافروا بس ازاي وهم مطلوبين. شو بيتولى المسؤولية وبيزور لهم هويات، بس لما بيجوا يعدوا من المطار هوبز بيوقفوه لانه شو اللي عمل فيه كده. وهاتي كانت متضايقة من خال انه هوبز كان هيساعدهم لان دي مهمة صعبة، بس هو مقتنع ان شو هيعطلهم. بس الاتنين بيتفاجئوا بدخل الطيارة وعدى بطريقة ما، وبيقول لشو انه مش هينسى الموقف ده ليه ابدا. لما كانوا في الطيارة شو بيحذر هوبز انه يقرب من اخته عشان عارف انه جاي المهمة دي بسببها، لكن هوبز قال له انه مجنون عشان فاكر انه قبل المهمة بسبب اخته، بس هي جزء من السبب بس مش السبب كله. بيمسكوا في بعض تاني لحد ما واحد من الركاب بيتعصب عليهم عشان مش عارف ينام بسببهم، وهو بيقول لهم يسكتوا شوية وبيحاول يصلح بينهم، وبيعرفهم انه من الجيش يعني جندي زيهم والضغوط اللي عليهم كبيرة فلازم يتلموا شوية، وهو بيقول لهم انه يقدر يساعدهم في مهمتهم لو احتاجوا لأي طيارة. في الوقت ده كان ستون وصل للطبيب وبنشوفه معلقه من قفاه عشان يعرفهم هاتي راحت فين. بيقول لهم مش عارف ومش ناوي انه يساعدهم في استخراج الفيروس ويكون من قاتل البشرية، بس مع التهديد بيوافق عادي.
شو وفريقه وصلوا المرن اللي هتساعدهم واللي طلع بينهم حب قديم وعرفوها كل اللي لازمهم، وهي سلمتهم سلاح وبدل واقية وكمان كاميرات بتوضح اللي ورا الحيطان. باقي حاجة واحدة بس، ازاي هيوصلوا لمكان الآلة، وهنا هاتي قالت اقتراح مفيش حل غيره، هي انها تركب في جسمها جهاز تتبع وماري تسلمها لستون وتاخد مقابلها فلوس، وبكده محدش هيشك فيها، وستون طبعا هياخدها للآلة عشان يخرج الفيروس، يكونوا هم اقتحموا المكان عشان ينقذوها اثناء استخراج الفيروس. فعلا بينفذوا الخطة، ماري بتقابل ستون وبتسلمه هاتي وبيسألها عن سبب تسليمها ليه، فبتعرفه انها عايزة فلوس وده شغلها. بياخدها وبيسافر لمقر المؤسسة، وقتها كان هوبز وشوب طيارة قرب المؤسسة وبيسيبوها عشان ينزلوا بالباراشوتات. بنشوف ستون وهو بيسلم هات للمعمل، وبتتفاجئ ان العالم هناك واللي بتأسف لها لانه جه غصب عنه، وبيطمنها انه مش هيطول. نرجع لهوبز وشو اللي دخلوا المؤسسة، وكل واحد منهم اختار باب يدخل منه، ولكن باب شو كان مليان بالشباب، اما هوبز ما كانش معاه غير شاب واحد ضخم، واللي بضربة واحدة منه وقعه وفضل مستني شو لحد ما يخلص، واخيرا يقدر يخلص عليه وجرب وش كل واحد عشان يدخل، لحد ما اخيرا الباب فتح. بس كانت المفاجأة لما لقوا ستون مستنيهم وكان شايف كل اللي بيعملوه. في المختبر هات استخدمت سلسلتها للمرة المليون وفكت الكلبشات واخدت الجهاز وهربت مع العالم. في نفس الوقت كان ستون رابط هوبز وشو بيكهربهم عشان يجبرهم ينضموا ليه، وكانت هاتي هتهرب بس لما سمعت صوتهم بيتعذبوا قالت لنفسها هو مين جاي ينقذ مين، وراحت متخفية بين الرجالة وسحبت سلاح وهددت ستون عشان يسيبهم، بس عرفها ان السلاح مش بيشتغل بالطريقة اللي تعرفها، وفعلا بيشتغل ببصمة كل جندي. بس العالم جاب رشاش النار وهاجم بيه عليهم، وده ادى فرصة لهوبز وشو يهربوا، وطبعا بدأت الخناقة بينهم من جديد. وسرق هوبز عربية ضخمة وهات ركبت مع شوف عربية تانية، وبدأوا يطاردوا بعض بره المؤسسة، وضرب نار وتكسير وناس بتطير واكشن عالي. ولما شو لقى نفسه مضطر يسيب العربيه سأل اخته لو بتثق فيه، بتقول له طبعا، فبيرمى الهوبز اللي بيسحبها جوه عربيته، وبعدها بينط هو كمان للعربيه وبيسيب عربيته تنفجر، وسلم هوبز القياده لهاتي وطلع هو وشو عشان يخلصوا مع ستون اللي محدش عارف يخلص معاه ده. وبعد ضرب وطحن وعجن نص العربيه من ورا بيقع فوقها مبنى كبير، وبياخد معاه ستون اللي بيفضل عايش بالمناسبه، وده ادى فرصه تالته لشو اللي معاه يهربوا. وللأسف كان الجهاز جزء منه اتكسر ومحتاج تصليح، وده صعب، فهاتي طلبت منهم يخلصوا عليه لأن الوقت قرب يخلص منها. بس هوبز عرفهم إن في وطنه الأصل هيقدروا يساعدوهم وسافروا لهناك، لأن أخو هوبز أشطر ميكانيكي عرفته البشرية وهيعرف يصلح الجهاز. أول ما وصل للبيت كان خاف يخبط على الباب، بس أخيرا خبط وفتح له أخوه جون اللي اتعصب لما شافه، وقال له إنه هرب وسابهم من 20 سنة وبسبب الشرطة جات لهم هنا، وإنه خاين لعيلته، وهو بيضربوا بوكس بينزلوا السلالم زاحف. بس الام بتفض الخناقه بشبشبها المشهور وبتقول له ان هوبز لسه اخوه الكبير وواجب عليه يساعده والا الشبشب اللي هيتكلم بعد كده. بيعرفهم هوبز اللي هيعملوه مش انقاذ ليه انما انقاذ للبشريه كلها، عشان الفيروس ده لما ينتشر محدش هيفضل عايش على الارض، وبيطلب من اخوه يصلح الجهاز بسرعه لحد ما هم يعملوا خطه لمواجهه ستون وفريقه لانهم اكيد جايين. وفعلا كان ستون بيجدد قوته، والمدير بيقول له خلص على هوبز وشو يرجع الفيروس في اسرع وقت. نرجع للمدينة وجون بياخد اخوه ورشتهم بعد ما طوروها وفرجوا على التطور اللي قدر يوصل العيلة ليه بعد اللي عملوا فيهم، لأن هوبز بالمختصر كان بابا مجرم وعلمهم الإجرام واللي بقى خطر على العيلة، عشان كده سلموا مقابل إن إخواته يعيشوا بسلام وهرب بعدها. المهم إنهم بيلاقوا الأم اتخلصت من كل الأسلحة الآلية ومش بقى غير الأسلحة البدائية اللي نعرفها، وعلى هوبز والمدينة كلها يمشوا حالهم بيها قدام قوة وتطور ستون، بس عرفهم أخوه الأصغر إنه يقدر يعطر الآلات كلها لمدة 6 دقايق، ودول كافيين إنهم يخلصوا على أكتر من نص الجنود. بدأوا بتجهيز الخطة، وهوبز وشو بدأوا يحطوا خطة تفجير الطريق لو الموضوع خرج عن السيطرة. في وقت ما كان جون بيصلح في الجهاز كان هوبز بيوقع هاتف حبه واللي فعلا بدأت تعجب بيه وشكرته على مساعدتها رغم انها ورطت العيلة كلها معاها. بالليل كان جون قدر يصلح الجهاز وبدأوا تشغيله واللي هياخد وقت تقريبا 5 ساعات للاستخراج، ولكن قبل الفجر كان ستون ورجالته نزلوا المدينة وشو تكفل بحماية اخته، اما باقي القرية ومعاهم هوبز تولوا قتالهم. وعلى ما وصلوا ستون طلبهم بتسليم هاتي لكنهم رفضوا طبعا وبدأوا يهتفوا كلام ستون مش فاهمه، ولما الجنود اخدوا الامر بالضرب استغربوا ان الاجهزه مش شغاله، ودي كانت الاشاره لهوبز واخواته للهجوم، وفعلا بداوا يضربوا فيهم بسرعه كبيره، واستمر الضرب لحد ما النهار طلع عليهم، وستون حاول يخطف هاتي لكن شو قفل وضربه، ولكنه انفصل عنها غصب عنه وللاسف خطفها ستون في طياره. ولما هوبز شافها نبه شو الاتنين سابوا اخواته يكملوا الخناقه وركبوا عربيه وفيها سلسله بخطاف كبير،
واللي استخدموها علشان يسحبوا الطيارة وما تبعدش، وفعلا ما كانش الطيار قادر يتحرك لفوق لكنه مشي لقدام على ارتفاع بسيط. وطبعا قوة العربية لوحدها مش هتقدر تسيطر على الطيارة، وهنا انضم اخوات هوبز ليه واحد ورا التاني وشبكوا عربياتهم عشان يسحبوا الطيارة، وفعلا نجحوا بعد مخاطرة كبيرة انهم يسحبوها بعد ما الطيارة كانت هتوقعهم كلهم من فوق الجبل، بس سحبوها وكسروا المروحيات بتاعتها لحد ما اتدمرت ونزلت قرب النهر لان المدينة كلها بتقع على البحر. وهناك بقى بدأت الخناقة بين هوبز وشو ستون اللي كان بيقرا كل حركة ليهم ومحدش عارف يلمسه. فقرر هوبز وشو يتفقوا لتاني مرة وقالوا لبعض ان واحد منهم ينضرب والتاني يضرب، وفعلا كانت الخطة ناجحة. هوبز ينضرب وشو يضرب لحد ما يسيطروا عليه، وتقريبا جهاز الاستشعار عنده باظ. وللأسف كانت دي نهاية ستون لأن المؤسسة قررت توقف نظامه، وفورا كان واقع كأنه مات ووقع في النهر. وأخيرا خلص الاستخراج للفيروس واللي هيسلموه بعدين للحكومة ويبرئوا اسمهم. وكمان هوبز اتصالح مع عيلته وعرف بنته عليهم وفرحوا بيها جدا. أما شو وهاتي راحوا يزوروا مامتهم اللي قررت تهرب عشان تعيش معاهم. أما لوك كلم هوبز تاني لأن عندهم مهمة جديدة أخطر من الأولى، ويمكن نشوفهم تاني في مهمة جديدة. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. سلام.